السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، عاملين يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. لو أول مرة بتشوفوني، أنا زينب وجه قناتي حكايات وبنعيشها. أتمنى تنوروني باشتراك ولايك وكومنت جميل منكم علشان يوصلكم مني كل جديد. نسمي ونصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تسبيح النهاردة قبل ما نبدأ أي فيديو: سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم. عايزين نتقل الميزان يا جماعة. احنا دايما كلنا بنقول يعني عملنا عند ربنا يا رب نحتسبه بالخير، بس دايما محدش ضامن اذا كان النهارده تم عمايل حلوه لله سبحانه وتعالى ولا اثر في حاجات كتير، وكلنا مقصرون لله سبحانه وتعالى. مفيش حد فينا بيتم اليوم بتاعه على اكمل وجه. فعايزين النهارده ننتقل اليوم بتاعنا بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم على الاقل ولو 100 مره. ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم وميزان حسناتنا جميعا. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ الفيديو النهارده الجميل بتاعنا، وعايزين نقول النهارده علبة الأمنيات. ايه هي علبة الأمنيات؟ أنا حبيت إن أنا أشارككم الفكرة اللي أنا بعملها. الفكرة اللي أنا بعملها دي بعملها بقالي 5 سنين، مش أكتر من كده. مش هقول لكم بعملها من زمان والكلام ده، أنا بعملها بقالي 5 سنين. بصوا العلبة دي كانت قديمة عندي وشكلها كويس، فعملت إيه؟ باجي كل يوم راس السنة، بقعد انا وزوجي وولادي وكده. فكل واحد فينا بيعمل ايه؟ طبعا انا مش هقرا لكم طبعا الورق، انتوا فاكرين ان انا هقعد بقى افتح الورق واقول لكم كل واحده؟ ده انا بنتي بتصورني بتقول لي اوعي يا ماما تقري اللي فيها للناس. قلت لها لا يا حبيبتي، طبعا دي اسرار. فبعمل ايه؟ كل واحده فينا بتاخد ورقه كراس عاديه كده. دي ورقه مين؟ فاطمه الزهراء. ما تخافوش مش هفتحها. كل واحدة بتاخد ورقة صغيرة كده وبتقوم كاتبة فيها الأمنية بتاعتها وتكتب اسمها من بره كده ونشيلها. محدش فينا بيفتح الورقة بتاعته، ومحدش فينا عارف الأمنية اللي التاني كتبها ايه. بنعمل ايه بقى؟ بنيجي آخر السنة اللي بتبقى خلاص، احنا النهاردة في آخر سنة مثلا 2024، بنيجي يوم رأس السنة هنفتح بقى الأمنيات دي عشان دي بتاعت 2023. فنفتح ونشوف ايه يا ترى اللي احنا حققناه، وايه اللي لسه ما اتحققش، وايه اللي نفسنا نحققه. طب الفكره دي جت على اساس ان احنا ايه؟ يبقى عندنا حلم. كل واحد فينا جواه حلم. الحلم اللي هو ملموس اقدر احققه. يعني انا مثلا مش هينفعش ان انا مثلا قاعده في بيت بسيط على قدي واكتب اقول يا رب اكرمني بفيلا. ايه ده؟ ما الامنيات موجوده، ما هو الكلام ببلاش. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لازم نطمع في الدعاء. لا انا ما اقدرش، انا كزينب ما اطمعش في الدعاء ان اقول يا رب كرمني في فيلا. لا اقول مثلا يا رب ارزقني بعتبه اكبر. كده يعني. فاهمين؟ ان حاجه تكون ملموسه ان انا اقدر احققها، مش ان انا مثلا اكتب حلم يعجزني. ليه؟ علشان ما اقدرش احلم تاني. ما انا لما هكتبه سنه واتنين وانا ما حققتوش، فانا هنا هقول للاحلام استوب، مش هحلم تاني. فانا عايزه كل حد يحلم حلم يقدر يحققه، ويبقى عنده امل في الله انه يقدر يحققه. يعني اللي في مدرسه تقدر تدخل جامعه، اللي في جامعه تقدر تشتغل حاجه كويسه، اللي كل واحد يقدر يحقق الحلم بتاعه، يقدر يحقق اماله. فالعلبه دي ما فيهاش فيل ولا حاجه. العلبه دي علبه تحقيق الاماني. وبعدين حاجة تانية تخليكي تعمليها، ان هي بتجمع بينك وبين ولادك وزوجك. ان الحاجة دي مش حاجة ليكي لوحدك، ان انت كده بتصنعي ذكرى بينك وبين زوجك وبين اولادك. بتعملوا حاجة في البيت تجتمعوا عليها، تعملوا حاجة في البيت جميلة، بتعملوا ترابط اسري. ان احنا نقعد كلنا نكتب امانينا ونشيلها. وبعد كده بس ما تعملوش طبعا اماني توديكوا في داهيه مع ابوكوا وامكوا، ولا انت تكتبي امنيه يعني توديكي الداهيه مع جوزك. يعني عشان عارفه في ستات تكتب يا رب ان انا مثلا عايزه اتطلق من جوزي وتقوم حطاه، ممكن يعني اي حد يجي يفتحها من وراكي. فخليكي كده ايه، اطلبي بدل ما تقولي كده قولي ربنا يهدي لي جوزي ويخليهولي، والزوج يقول يا رب يهدي لي مراتي ويخليلي، وربنا ما يغير على حد يا رب. والبنات كلها تتجوز، والشباب كلها تتجوز، واللي ما خلفش يا رب يخلف. وعايزه اقول لكم ان دي بتبقى بجد حاجه حلوه قوي. فانا حبيت ان انا اقولها لكم. والفكره دي فكره رؤية بنتي، هي اللي قالت لي يا ماما فيها ايه يا ماما لما تطلعي تقولي للناس على الفكره الجميله دي ان احنا بنعملها.
فقوليها لهم عشان هم كمان يتعلموها ويعملوها زينا، عشان دي حاجه جميله وحاجه حلوه وبجد هتعجب الناس. فانا قلت كمان ان انا اقولها لكم كل سنه وانتم طيبين. وفكره راس السنه دي انا هتكلم عليكم معاها وهقول لكم ازاي ان احنا نحتفل براس السنه والحلال والحرام على قد كده، وهعمل لكم فيديو برده جميل ان شاء الله ينور رضاكم. وده كانت حاجه خفيفه كنت عايزه اقولها لكم. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين. يا رب يجعلها سنه الرزق وسنه الحب وسنه الرحمه وسنه كل حاجه حلوه. اللهم امين يا رب العالمين، ويعطيكم ما تتمنوا واكتر اكتر مما تتمنوا يا رب العالمين. اترككم في رعايه الله وامنه يا احلى اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.